السلام عليكم حبايبي متابعين مطبخ قمر السيد. النهارده معانا وصفة جميلة. هي ورق عنب. في ورقة لحمة، في ورق عنب برضو، أو ورق عنب بدون سوائل. هعمله مكمور. برضو هنحط تحت منه برضو اللحمة، وهنخلي اللحمة تطلع أجمل من ورق العنب. تعالوا كده نسمي الله ونصلي على الرسول وندخل كده على مكونات وصفتنا. هي وصفتي النهارده فيها حوالي كيلو لحمه. انا شوحته، خدته بس صدمه فوق وتحت كده، وسبته كده استوى ربع سوا على النار. من غير بكوبايه ميه، ما سويتوش اكتر من كده على نار هاديه. معايا نص كيلو رز، بهرته بمعلقه كزبره الاول. معايا بصلايه مدعوكه بالفلفل الاسود، مبهراه بالفلفل والملح. قلبتهم كده مع حبه خضار في الرز كده قبل ما احط تسبيكه على الناشف كده. اول ما بحط الكزبره على الرز بتطلع روايح جميله. بعد كده انزل عليها بالبصل، وبعد كده انزل عليها بالخضار. طبعا البصل لازم يكون مدعوك بالفلفل الاسود والملح. وانزل بيهم كده على التسبيكه دي انا عملتها معاكم كذا مره. للاسف يا جماعه نص الفيديو اتمسح مني. كان في تشويح اللحمه وكان في التسبيكه، فجيت كده نزلت على بس انا هقول لكم على خطواتها. نزلت كده عليهم، قلبتهم مع بعض كده وضربتهم مع بعض. هاجي بقى كده على صينيه عندي غويطه، بعمل فيها الورق العنب كده. اغوط الصينيه عندي بعمل فيها الورق العنب زي التورتيه عشان اكمره. بنزل كده بورقتين كده فويل او ثلاثه. المهم ان انا في الاخر اعرف اغطيه، اكفي الصينيه تبقى متغطيه. انا بعد ما اخلص انزل عشان اعرف اعمل قاعده الورق العنب تحت كويس. المهم انها تكون صينيه غويطه. هدبس كده الفويل كده مش زي ما انتم شايفين. بس انا بعمله بالراحه علشان خاطر بس تبقوا واخدين بالكم. واقعده والفه بالجدران كده على اساس ما يخليش ورق العنب يبقى هايش، بحيث تبقى كلها يعني ايه ينزل كده قاعده واحده. واجي كده بورقه زبده كبيره، او لو مثلا اللي هي الصغيره ممكن انزل بقى مرتين. انا عندي افرخ. هنزل كده بقعده ورق العنب اللي هي الفرشه اللي بنعملها، اللي هي طماطم بصل مثلا، لو فلفل متوفر، شويه جزر كده زي ما انتم شايفين. واحط لهم كده شرايح الليمون. طبعا الليمون طبعا عشان يعلي لي المزازه. وامسك كده اقطع شرايح كده، اخلي منه البذر عشان برضو ما يدينيش مراره برضو. واعمل بقى القعده بتاعت، حطيت معلقه توم كده زي ما انتم شايفين مفروم. ما كانش معايا فصوص زي وقتها. جيت كده باللحمه المشوحه. اللحمه دي انا مشوحاها فلفل اسمر، ونص معلقه سكر، ونص معلقه ملح. نص معلقه السكر حطيتها في اول التشويح، ونص معلقه الملح حطيتها في بعد ما خدت معايا ربع سوا او تلت سوا، على حسب ما انتوا عايزين. هو كده كده بيكمل سوا في ورق العنب، بيبقى ممتاز. وهو كده كده لو حتى خدته تشويح بس هتستوي اللحمه مع ورق العنب. بس احنا عشان بناكل اللحمه مستويه قوي، حطيت اللحمه الشرايح كده زي ما انتوا شايفين كده. همسك بقى الورق العنب الفه، اسدد القعده. يعني مثلا بين اللحمه، بين شرايح اللحمه، احط صوابع ورق عنب على اساس ادبس القعده من تحت، تبقى القعده معايا متدبسه. عبيت الفلفل كده بالشكل ده زي ما انتم شايفين. وقفت 3 قرون فلفل، يعني خليتهم كده مفترقين عن بعض. يعني هم مش سناد، انا حطيتهم شكل بس. اللي عايز يستغنى عنهم يستغنى، مفيش مشكله. بس كده كده الفلفل بيعلي من تيست الورق العنب. وقفتهم كده بالشكل ده، محدش خاف منهم وهم مقلوبين. مفيش اي مشكله بالنسبه لهم، هيطلعوا برضو مستويين وكل حاجه، مفيش اي مشكله، ولا الرز هيتقلب. جبت انا كان باقي معايا كده حوالي ربع كوبايه من تشويح اللحمه. كانت زي صوص كده. زودت عليهم كده شويه زيت زيتون، على شويه زيت عادي، على معلقه سمنه بلدي. ورشيتهم كده على الوش زي ما انتم شايفين بالشكل ده. وجيت هنا كده حطيت شويه، برضو كان باقي مني شويه جزر، شرايح جزر، على كام قرن فلفل كنت معبياهم. حطيتهم بالشكل ده زي ما انتم شايفين. وبرضو بقيه الخليط اللي هم بقيه التشويح اللحمه، كان حوالي ربع كوبايه. حطيت في كل قرن فلفل معلقه، لان انا حطيتهم فوق ورق العنب، والفلفل ما كانش هيتشوح، ما كانش هياخد من الخليط ده.
فحطيتهم بالشكل ده، هم حوالي يعني هم ما يكتروش عن ربع كوبايه، بس انا عشان خاطر اللي باقي من تشويح اللحمه يعني ايه مرضتش ارميه خساره. فجيت كبست الصينيه زي ما انتم شايفين كده، حطيت الطبق ده كده. واول مره احط الطبق، حطيت الطبق بس عشان مش عايزاها ترتفع معايا بس. وقفلت الاحرف بالشكل ده يا جماعه. وقفلتها سددتها كويس، كتمتها خالص كده زي ما انتم شايفين. وهاجي كده اقفلها برضو بحته ورقه فويل تاني. قفلت عليها كده زي ما انتم شايفين بورقه تانية كده. قفلت ودبستها جامد، يعني بصوا مستحيل تطلع اي دخان ولا اي بخار خالص. والله الواحد يا جماعه لو بيدفن ميت ما كان هيدفنه بالطريقه دي. ولا حتى يعني هقول ايه بس. يعني لو حتى الواحد ما يخلي الفسيخ ما كانش هيقفله بالشكل ده. كل ده عشان احجب البخار ما يطلعش من هنا خالص. إيه برضو انا هكتفي بكده؟ لا طبعا مش هكتفي بكده. حطيت غطا من فوق ودخلتها الفرن. سبتها بقى حوالي ساعة الا ربع او ساعة. استوت وطلعت لي ما شاء الله. جيت انا كده كنت مقطعه بصلايه وكنت مبهرها فلفل اسود وملح. ودعكت الفرخه بتاعتي كده وعملت لها مساج وسقطتها. طبعا انا بسرع علشان خاطر ما اطولش الفيديو عشان الناس ما تملش. انا بديكم بس المعلومات المهمه فيها. وبرضو في نفس الوقت انا عملت الخطوات بتاعت المكموره، عملتها قدامكم. ضفت هنا للفرخه الجزر والطماطم والفلفل والحبان والقرنفل، وفلتها بالشكل ده. كنت هنا بقى الصينيه بتاعتي طلعت. بصوا والله ما في نقطه دخان طلعت منها ابدا خالص. انا ما اول ما حطيتها بعد يا دوبك 10 دقايق بدات اشم ريحه. بس طلعت منين دي انا مش عارفه. شلت الطبق كده بالماسك، ما كنتش طايقه امسكه اهو. بصوا شايفين بقى الجمال. فرجهم. انا قلت مش هفتحها الا معاكم كده قدامكم. بصوا يعني طالعه من جوه قنبله. والله يا جماعه الصينيه دي انا اللي مخترعاها. ما اعرفش اذا كان حد عملها قبل كده او جربها قبل كده ولا ما اعرفش والله. الفلفل كده علشان خاطر انزلها بشكلها طبعا. انا طبعا هقلبها ان شاء الله. اهو. جيت كفيت الصينيه كده بالشكل ده زي ما انتم شايفين. اتمكن لها بقى عشان هي سخنه مولعه، ونزلتها كمان على المفرش بلاستيك اهو. بس هي الحركه دي عايزه حد متمكن يكون يقدر يشيل الصينيه، لان الصينيه كمان تقيله وعشان اقلبها وهي سخنه بصوا عايزه حد كده قلب جامد كده. ارفع كده بقى. فرجوه. شوفوا بقى الجمال. شوفوا الحلاوه. والله انا كنت بحب انزلها كده سليمه زي ما هي، بس للاسف بقى هي كانت مستويه معايا زياده عن اللزوم. استوت معايا زياده. بس شايفين بقى الجمال بقى. انا بشيل بقى الكرمله اللي تحت ديت، لان الكرمله اللي تحت دي جميله بصراحه. يعني خساره الواحد يسيبها. اللي هي البصل والطماطم والجزر. خطيره. عماله اشيل فيها كده على قد ما اقدر. علشان برضو اعدل بقى يعني تديني شكل برضو. طماطم طالعه اكنها مشويه. والله يا جماعه الصينيه دي جميله جميله جمال خطيره. فعلا والله انا بكلمكم دلوقتي وما باتتش الحمد لله. ما كملتش معانا. ولا بقى سوى اللحمه وجمالها بقى. مسكت انا الفلفل اللي رصيته على الحروف كده زي ما انتم شايفين. وهزيت الصينيه. عمت اللحمه كده معايا على الوش كده. بصوا شايفين اللحمه دايبه دايبه دوب. دايبه. والله انا حطيتها حوالي ربع سوا بس. ما اكتر. ولو كنت حطيتها كمان من غير سوا كانت هتستوي. بس انا خدتها تشويحه بس. يعني يا دوبك بس شوحت فوق وتحت كده. وحطيت لها الفلفل الاسود وحطيت لها نص معلقه سكر. ولما نشفت من ميتها زودتها نص كوبايه ميه. طلعت معايا بقى بالشكل ده. النص كوبايه ميه حتى هي ما شربتهاش. انا بقى نقلتها حطيتها على ورق العنب، والنص كوبايه ميه ديت انا شربت بقى ورق العنب. عشان استفيد بالعصاره اللي فيها والماده الدهنيه اللي فيها. انا كنت مشوحه اللحمه بمعلقه سمنه. شايفين السوا. اهو من غير ولا نقطه ميه. من غير شوربه من غير اي حاجه. شايفين السوا. اهو مكموره. وادي الفرخه بتاعتي اهي كنت خدتها لون تحت الشوايه. شايفين بقى الجمال. استاهل على الجمال ده بقى لايك بقى بعد اذنكم. استاهل لايك وكومنت حلو ودعوه كويسه. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. انا بوريكم الصينيه دي. بصوا الصينيه ديت
هي بس كده لو حطت في عزومة كده لوحدها كفاية. يلا اشوفكم في وصفة جديدة.